من استديوهاتنا بالعاصمة أسمرة، أيها السادة والسيدات، أحييكم. معنا عبد الله محمد علي، وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء من الفضاء الإثرية، أستهلها بالعناوين. خدمات تعليمية وصحية ناجحة بإقليم عنسبة. تقييم أنشطة الجبهة في القاشبركة. سكان أيومن يعبرون عن ارتياحهم لمشاريع المياه المشيدة وقتلى في هجوم انتحاري في باكستان. مصر 26 شخصا في حوادث انزلاق التربة في الفلبين. ورواد فضاء ينطلقون إلى محطة الفضاء الدولية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت إدارة إقليم عنسبة في الاجتماع الذي عقدته في 13 و14 من ديسمبر الحالي عن تحقيق نتائج جيدة في قطاعي التعليم والصحة. ووفق تقرير قسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم، شهد العام الدراسي 2016-2017 ارتفاع نسبة المشاركة في مائدة التعليم بمقدار 12%، فيما انخفضت المقاطعة بنسبة 151%. وفي المجال الصحي انخفضت نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة ب 56%، فيما انخفضت نسبة وفيات الأطفال ب 33%. وأكد تقرير التنمية المعمارية عن بناء وصيانة عدد من السدود والحفائر لضمان مياه الشرب النظيفة ومضاعفة الأنشطة الزراعية، فيما يوجد بعض منها قيد التنفيذ بتكلفة 19 مليون نقفة. من جانبها قالت إدارة مدينة كرن أنها قامت بصيانة الطرق الترابية وإنجاز أعمال مسحية لتجميع القرى المتناثرة في منطقة برقو وتخصيص أماكن سكنية وزراعية، بالإضافة إلى توزيع ونشر أنابيب وعدادات المياه، إضافة إلى صيانة أنابيب المياه التي جرفتها السيول وغيرها من البرامج. وألقى حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود كلمة أوضح فيها أنه مواصلة لصيانة وبناء مصادر المياه لاكتمال نواقص الخدمات المجتمعية، مذكرا للدفع بعملية تجميع القرى فيما أشاد بالبرامج التنموية الأهلية. قيمت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر أنشطتها لعام 2017 بمدينة مصوع، وبحثت البرامج الموضوعة للعام المقبل. وأشار التقرير المقدم للبرامج المنفذة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والبنية التحتية وغيرها إلى تنفيذ أعمال مكافحة انجراف التربة في مديريات نقفة، شعب، قلعال وفرو وقنع وفعبت ومصوع، وبناء حواجز مائية بطول حوالي 20 كيلومتر، وزراعة مساحة 17,000 هكتار. وأوضح التقرير عن إقامة مشاريع مياه الشرب في إمبرمي ودنقل العال ومتكلا بيت، بينما يجري العمل في مشروع مياه رافيل وقلعال وصيانة المضخات وأنابيب المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية في أدوبحة وأفعبت وشعب وقندع ونفاسيت وفرو ولحزين. كما بحث الاجتماع نجاحات وتحديات مجالات التعليم والصحة والثروة السمكية، وأوصل الاهتمام بوضع حد لاقتلاع الأشجار وإدخال المواقد الخالية من الدخان ومواصلة التنمية المجتمعية. وأوضح المدير العام لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كبرم عند ميكائيل عن تنفيذ أغلب البرامج الموضوعة لعام 2017، وخاصة حماية التربة وحفظ المياه، داعيا لتعزيز مشاركة ودور المجتمع عامة لإنجاح برامج عام 2018. قيم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبركة تنفيذ برامج هذا العام وشرح للشعب البرامج الموضوعة لعام 2018. وقدم سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد رزان أدوناي في الاجتماع الذي عقد بمدينة بارنتو يوم 14 من ديسمبر، قدم شرحا حول الأنشطة السياسية والتنظيمية المنفذة في مجموعات الشعب وعمال الخدمة المدنية ونتائجها، وقال أن أعمال النفير الشعبي تسهم بدور كبير للدفع ببرامج التنمية وسيعمل به بتوسع العام المقبل. وأشار إلى تقديم دورات الكادر ل 274 من أعضاء الجبهة والبحث مع الجهات المختصة في سبل حل شكاوى المواطنين. وقدم مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية السيد رزان ميكائيل والسيدة نجاة إبراهيم تقريرا حول التعبئة السياسية والتعليمية المنتظمة وتقوية الأعمال التنظيمية وتنظيم وتنقيح وثائق الأعضاء وتقوية تنظيم وانتشار الاتحادات الوطنية ونتائجها. وأشار الاجتماع إلى شح الأمطار خريف هذا العام
مناشدا للاهتمام المسبق بالوضع. أكد سكان منطقة يوما في مديرية أرعتة بأن الرعاية اللازمة التي يقومون بها لمشروع المياه المشيد في منطقتهم أدت إلى لعب دور الإيجابي في حياتهم اليومية. وذكر السكان بأنهم كانوا يترحلون مسافات طويلة بحثا عن المياه لأنفسهم وماشيتهم في السابق، موضحين عن انتهاء المشكلة في الوقت الحالي بفضل المشروع الذي شيدته الحكومة. وقال أن وجودهم في المنطقة يرتبط بالمشروع، مشيرين إلى تكوين لجنة للحفاظ على المشروع وسلامته إدراكا لأهميته للاستخدام الرشيد للمياه. عقد اجتماع في مدينة مصوى بحث الدور الهام للتنظيم الواعي لإنجاح برامج التنمية عامة ومساهمة كوادر الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هيلة ولد برهان في الاجتماع الذي شارك فيه الكوادر وعمال الخدمة المدنية عن أهمية دور الكوادر لإنفاذ البرامج الموضوعة، داعيا لتعزيز دورهم لتصحيح الأخطاء والحفاظ على الإنجازات والدفع بها قدما. وشرح البرامج المعدة للتنفيذ لعام 2018 مؤكدا على العمل لتمهيد الأرضية للدفع بأنشطة قادة المجموعات. وقدمت في الاجتماع تقارير الأنشطة السياسية والتنظيمية لفروع الجبهة في المديريات وأقسام الوزارات والمكتب المركزي في الإقليم. وأوصى المشاركون لمنح الاهتمام لتقوية التنظيم وتأهيل الكوادر والدفع بالتبرعات لتنمية صندوق أمانة الشهداء. المشاهدون الأفاضل، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. قال مسؤولون باكستانيون أن مهاجمين فتحا النار على مصلين داخل كنيسة جنوب غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات قبل أن يوقفهما أفراد الشرطة. وقال وزير الداخلية إقليم بلوخستان أن مسلحين يرتديان سترات ناسفة اقتحما الكنيسة في مدينة كويتا مع بداية قداس الأحد، وأطلقا النار على المصلين وفجرا سترة ناسفة. وقال معظم جاه قائد شرطة الإقليم أن أفراد الشرطة الذين يقومون على حراسة الكنيسة تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين قبل أن يتمكنا من دخولها. وقال مسؤول آخر بالشرطة يدعى عبد الرزاق تشيما أن المهاجمين فروا من المكان، وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية التنظيم عن هذا الهجوم. فضل بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله وحفظه.